فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لما أضاعوا الصلاة قال الله واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسأل الله يجيرنا وإياكم من غيا. اللي ما تصلي يقسم عبد الله بن مسعود في الآية هذه ما تركوها بالكلية. هم يصلون لكن يصلي على كيف؟ يصلي على هواه ومزاجه. المباراة في التلفزيون أقدم المباراة بعدين أصلي. وخده وفراش في صلاة الفجر أول شيء أنام. أنا رايح المدرسة ولا الدوام أصلي. ليه يأذن 25 دقيقة؟ ليه تصلي 6:30 وأنت رايح المدرسة؟ ليه والله ما جعل الله صلاة الفجر في هذا الوقت عشان يعذبك ولا عشان يشقيك ولا عشان يتعبك. لا حاشاك يا الله. والله ما جعل الله صلاة الفجر في هذا الوقت إلا ليختبر حبه في قلبك. اللي يحب الله يقوم يضحي يقدم يبذل يعطي. واللي انهزم هذا مكانه. هذا قسمين، قسم أول ما يصلي وقسم يصلي على هواه وعلى مزاجه. جت مباراة برشلونة ولا مانشستر ولا الأهلي ولا الاتحاد، لا والله الأهلي، لا والله برشلونة. بعدين أصلي العشاء يا شيخ. تشددون الدين واسع يا رجال. يمدينا وقت صلاة العشاء إلى الساعة 12 في الليل. هذا يسمعها كثير من الشباب. طيب اسمع الفتوى. سألوا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله ذنبه وقدس روحه ونور ضريحه: يا شيخ عبد العزيز ما حكم من قدم الشهوات والمباريات على صلاته؟ اسمعني يا غالي بقلبك. الشيخ عبد العزيز الآن سألوه هذا السؤال. هو يصلي بس قدم المباراة وشهوة النوم والمخدة والفراش على صلاته. ايش حكمه يا شيخ عبد العزيز؟ اسمع شو يقول العالم الرباني عبد العزيز بن باز غفر الله ذنبه. قال الشيخ: ليس له في الإسلام حكما إلا الكفر. يا الله، تدري ايش معنات كافر؟ يعني خرجت من الملة، من دائرة الإسلام، لا حظ لك في الإسلام. يا رب سلم، يا رب سلم. علشان مباراة أخرج من دائرة الإسلام، عشان مباراة أعيش في ضيق وفي هم وفي نكد. بعض الشباب متخرج من الجامعة وسنوات ما توظف. تدري ليه؟ لأنك قصرت في صلاتك. بعض الشباب تخرج من الثانوي ما قبل في جامعات وحياته نكد وهم وطفش. يا الغالي، لأنك والله قصرت في صلاتك، لأنك ما عظمت الله جل وعلا في حياتك. عشان كذا كانت هذه الهموم والغموم ملازمة لك حتى تغير من حالك ومن وضعك. قد قال الله في قاعدة في التغيير في القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الشيخ: ليس له في الإسلام إلا الكفر. قاسي على قلبك. إيه والله قاسي. ليش يا شيخ عبد العزيز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا حظ في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها ايش يا شباب؟ كلنا حافظين، كلنا عارفين. طيب ليش مكاني في صلاة الفجر في المخدة والفراش؟ هذول قسمين، وسمعت الحكم الشرعي فيهم كافر حتى وإن صلى. طيب ايش عبد العزيز وصلى؟ قال: أما ترك وقتها؟ ترك وقتها ترك وقتها. إذا كان هذا حالك كل مرة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، وأنت كذا هذا حكمه في الإسلام.